لما ينزل هو من العربيه وهو مولع بالشكل ده وكل جسمه نار وكله كل جسمه، وينادي على الناس ويقول طفوني، ويطفي نفسه، وينادي على العربيات اللي جنب العربيه اللي تولع، اقول لهم هاتوا العربيات التانية عشان ما تولعش هي كمان. هو جسمه والع والع وبيحاول والله، يحمي العربيات والله التانية. العظيم جسمه والع، وجسمه والع كله، والنار ماسكه فيه. ورغم من كل ده نادى على الناس شيلوا العربيات اللي جنب العربيه عشان ما تولعش هي كمان، هاتوها هاتوها هنا. وبعد كده هو محاسب نفسه. الأسطى خالد كان لسه يعني بيحضر لفرح ابنه الوحيد أحمد. كنا فعلا بدأنا التحضيرات، واحنا جبنا العزال وحطيناه في الشقه لسه 15 يوم بس على الجواز. اتفقنا في القاعه، اتفقنا. يعني كان فرحان قوي ما عندوش الا هو، ما فيش الا هو، ابن واحد وثلاث بنات. فرحته الوحيده الابن وحيد. تاني يوم بيضحي بده كله، بينسى ده كله. اول ما العربيه بتشتعل، اول ما العربيه تولع، بينادوا على السواق بدون ذره تفكير، بيركب العربيه وبيخرج، ويخرج بالعربيه اللي مولعه نار، اللي الخرطوم بتاعها فلت، بتاع التفضيه اصلا، وجا كمان على جهه الكابينه بتاعته. خرج بيها في مكان بعيد عن السكن وبعيد عن الناس، بعيد عن الولع وبعيد عن الحريق، وطلع بره. العربيه ولعت، النار دخلت عليه في الكابينه بتاعه العربيه، وهو نفسه ولع، هو نفسه يا عيني ولع. احنا شفنا الصور صعبة قوي للعربية، وتقريبا جسم استاذ خالد